كل سنة وانتم طيبين يا غاليين، كل سنة وكل عيد فطر سعيد عليكم وعلى أولادكم. يا رب ربنا يجعل بيوتكم مليانة ستر وصحة وسعادة قبل أي حاجة في الدنيا. تعالى يلا بينا نرص حاجات العيد، كحك، بسكوت، غريبة. طبعا بسكوت لأ، بسكوت احنا جاي لنا هدية. كحك، غريبة، بدي فور، وحاجات حلوة كتير، والترمس. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا علشان نشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. ولادي راحوا يصلوا هم وجوزي، فقلت اقوم كده وارص حاجات العيد ما رصتهاش امبارح، فهرصها النهارده معاكم عشان اليوم يبقى ماشي كده بالترتيب. يلا بينا نحط الكحك ابو سكر الدايب الجميل اللي ينزل على طول كده على قلبك. يلا بصوا بقى، الكحك الساده انا بحب ارش عليه سكر بودر، والكحك اللي ملبن انا بحب انقشه كده بالمنقاش، والكحك اللي بالعجوه بحب اعمله زي ورقه الشجر كده، يكون الثلاث اشكال مختلفين علشان انا ما اقعدش اكسر والعيال يكسروا، واي ضيف جاي عندي يقول لي نهون الساده ونهون المحشي ونهون اللي ملبن. كل حاجه تكون كده منظمه بحيث اني الموضوع يبقى سهل وما نبوظش في الحاجه. بصوا بقى شويه البسكوت دول، احنا اكلنا بصراحه نصهم، عجب جوزي وولادي قوي قوي قوي. جارتنا ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه بعتتهم لنا، عجبوني. انا بعرفش اعمل البسكوت بس ان شاء الله هجربه بالطريقه بتاعتها، ناخد الطريقه ونشوفها عملته ازاي ونعمل زيها. بجد حلو قوي قوي. تسلم ايد كل ام وقفت وتعبت وشقت عشان تفرح عيالها وتعمل الحاجات الحلوة في بيتها، وتفرح عيالها ان في اجواء رمضان، وبالذات اللي موجودين في الغربة. ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية، ويا رب يخلي كل اب تعب، كل اب شقى، كل اب حاول يعمل جهده علشان يفرح ولاده ويجيب عيد الام لمراته وفي عيد الام لاهله. وبصوا مش عارفه، بس بحس ان الاب ده بجد شقيان، شقيان في كل حاجه. والله العظيم لولا رجالتنا احنا لا نتمرمط مرمطة السنين مهنينا. وبصوا مش هقول كل اب تعب، كل اب شقى، كل اب كان راعي كويس لمراته والبيت والاهل ولعياله. الرجاله دي بجد الله يعينها، الله يعينها على حالها، الله يعين كل واحد على بيته وعلى دنيته وعلى حياته، من بيته لشغله. بيبقوا متمرمطين عشان يخلونا عايشين دايما مستورين. الراجل يستر بيته ويستر مراته ويستر عياله، يستر عرضها ويستر دنيتها، ربنا يستره دنيا واخره، اللهم امين. مش معنى اني بقول ان هو مراته وعياله بس، لا، واهله كمان. ربنا يحنن كل واحد على اهله. طالما بيعامل واحد بيعامل ربنا، صدقوني دايما دايما اعرفوا ان عوض ربنا كبير قوي قوي قوي، وربنا هيعوضنا خير فوق ما تتخيلوا. فالحمد لله كل واحده تدعي لجوزها ربنا يخليه ويدوله الصحه، وكل واحدة ربنا يعينها على غربتها وعلى ولادها، ويعين كل واحدة بتجري على انها تخلي بيتها وعيالها اسعد حد في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم فرحانين، كل سنة ومحدش ينقص ابدا من وسطنا. وتعالوا نشوف صلاة العيد. وتلك غاية الصيام التي تختزل في كلمة التقوى. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا فضله وآلاه عليه. وبعد صلاة العيد حبينا نفرح الولاد، خدناهم كده على كيدز اريا، لعبوا واتبسطوا مع اصحابهم وحبايبهم، واحنا اتلمينا واتجمعنا. ربنا يا رب ما يقطعها عادة ونفضل طيبين، اللهم امين يا رب العالمين. وتفضل نفسنا راضية ومطمئنة كده، قولوا امين. حبينا بس نفرح ولادنا ولو بشوية من اجواء مصر، او نحسسهم ان العيد فرحة والعيد لمة والعيد صحبة والعيد كل حاجة حلوة في الدنيا. يا رب يسعدهم دنيا واخرة، اللهم امين. ويفرح ولادنا كلنا ونشوفهم زي ما بنتمنى يا رب. كانوا بصوا الالعاب كانت حلوه، احنا اتبسطنا وفرحنا لفرحه ولادنا وتجمعاتهم مع اصحابهم. ربنا يخليهم يا رب لبعض. هم بنعوض الاهل شويه وبنعوض بعضهم شويه. وبصوا كمان بعدها على طول، ده كان تاني يوم، تالت يوم العيد، كان محمد عنده حفله في المدرسه بتاعت موسيقى وكده. فقلت بقى اشارك معاكم كل الاجواء دي. احنا ما عندناش عيد 3 ايام، احنا عندنا مدرسه، عندنا عيد النهارده، عندنا مدرسه بكره. هي دي الحياه وهي دي الدنيا اللي موجوده هنا، مش زي مصر بقى 3 ايام العيد واجازه العيد ودنيا العيد والدنيا دي كلها. مفيش الكلام ده كله خالص. اشوفكم على خير ودمتم بخير، مع السلامه.